عند منصور وخطيره والعرضيه هوبا جوه جول، هوبا وجوه جول. يا حلاوتك يا جمالك، خليت لي الحلو ايه، كان مالي بس ومالك تشغلني بهدفك ليه؟ وهدف ولا احلى ولا اروع من كده. سجلها ولعها اجسم سمير، والهدف الاول الجميل لاصحاب الارض. شكرا للزميل عبد الناصر زيدان وضيوف الكرام، وتهنئه خاصه من قناه القاهره وبرنامج كره بلدنا للكابتن عبد اللطيف دوماني المدير الفني لفريق دخلنس بمناسبه الفوز الصعب النهارده على فريق شربين. تقول ايه يا كابتن النهارده؟ طبعا الحمد لله، مبروك لدخلنس وجمهوره ومجلس ادارته ولاعيبته وجهازه. مباراه عصيبه زي ما حضرتك اشرت، اللاعيبه مركزه، اللاعيبه عارفين ان المباراه هتكبر قسم على 2. الحمد لله قدرنا نتكلم مع اللاعيبه، وصلناهم الدافع المعنوي عالي جدا. المباراه ديت ب7 نقاط، كان فرق بيننا وبين شربين بونت، والنهارده 3 بونت بقى 4، وهم لسه ما طلعوش باي، ف7 بونت الحمد لله قدر يحطونا في جدول وترتيب يليق بدخلنس. الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله نقدر نخلي اللعيبه عندها ثقافه المكسب، ونقدر ان شاء الله نتحط في مكان افضل يليق بجمهور دخلنس ومجلس ادارته ان شاء الله. مكافاه مجلس الاداره المحترم وعد اللعيبه، قال لهم في مكافاه استثنائيه، مكافاه اجاده في حاله الفوز. القصه مش قصه فلوس والله، اللعيبه رجاله، واللعيبه النهارده ما بصوش لفلوس ولا اي حاجه. اللعيبه النهارده قدروا يثبتوا للجمهور ان هو فريق محترم، فريق يستاهل ان هم يشجعوه. نتمنى ان شاء الله الاستمرار في المباريات الجايه باذن الله، ونتمنى التوفيق دايما لدخلنس وجمهور. طبعا احمد ثروت من نجوم المباراه بالامانه، وثقتنا في ربنا كبيره وثقتنا في احمد كبيره قوي. ماتش عصيب، ماتش صعب، احمد عنده من الخبرات اللي تجعله يبقى نجم المباراه النهارده، والحمد لله قدر يطلع كل خبراته، والنهارده كان عامل فرق الحمد لله. وبشكره على الاداء وبشكر كل جميع زمايله الحمد لله. طبعا النهارده الحمد لله على الاداء النهارده، واللعيبه النهارده كلها كانت رجاله، وبشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني. وانا مبسوط جدا والله النهارده ان احنا كسبنا، مش عشان حاجه، عشان الجمهور ده والله. يعني الفرحه دي تسوى ملايين بامانه والله، والف مبروك. اول مشاركه دي لازم طبعا الواحد يبقى واقف على رجله كويس، فالحمد لله يعني الحمد لله النهارده على الاداء، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله. الحمد لله والشكر لله على اغلى 3 بونت لينا. بنبارك للجمهور العظيم، جمهور النادي ومجلس ادارته، وبنبارك للكابتن دوماني اللي تعب معانا من اول الاسبوع عشان الماتش ده، وكنا مستعدين له جامد جدا، والحمد لله والشكر لله على 3 بونت. واحنا انا عايز اوجه بس للكابتن مصطفى عبده، اللي احنا فريق كبير مش فريق هبط ولا حاجه. يا كابتن مصطفى انت الماتش اللي فات بتقول ان احنا فريق هبط، احنا ما هبطناش ولا حاجه يا كابتن مصطفى، احنا فريق كبير وكان تحتنا 5 فرق، وانت يا كابتن مصطفى معاك فريق في كل الامكانيات، فالطبيعي اللي انت كسبت ده طبيعي يا كابتن، بس احنا فريق ما هبطش ولا حاجه، احنا فريق كبير بجماهير النادي ومجلس ادارته. وانت النهارده يا كابتن اتغلبت من فرقه نزلت يا كابتن، فالف مبروك جماهير نادي دخلنس يا كابتن. الحمد لله زي ما انت قلت يا كابتن محمود، مباراه كويسه واداء كويس من الفرقه، وبنلعب فرقه محترمه ومعاهم مدير فني محترم فرقه شربين. الحمد لله ال3 بونت جم في توقيت مهم جدا. الناس ديت الحمد لله قدرت اللي احنا قدرنا نروحهم مبسوطين، وده حقهم علينا برضه. يمكن انا بقول من الماتش قرابه طلقه، يمكن الماتشين اللي فاتوا دول حصل بدلك شويه، لكن الحمد لله قدرنا لمينا نفسنا، ومعانا مدير فني محترم الكابتن عبد اللطيف الدوماني. الراجل بيشتغل ومجلس اداره، الناس بتشتغل في حدود الامكانيات النادي، لكن ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله نقدر نعمل لهم حاجه احسن من كده، ونبص بقى للسنه الجايه. خلاص الحمد لله احنا مش طموح بقى نادي دخلنس بالامكانيات والجمهور دوت اللي هو بقى ايه كل سنه ينافس على هبوط وعاوز يقعد، لا الناس دي لازم تفكر ان شاء الله تطور النادي اللي يصعد دوري ممتاز ان شاء الله. قدر الله ما شاء فعل. النهارده غير سير المباراه خالص نهائي، يعني في الوقت اللي احنا نكسب فيه ونخلص المباراه لنا ب3 نقاط، نخسر 3 نقاط، وديت حاجه يعني تزعلني طبعا جدا. وانا الكلام ده وانا في قلب الملعب قلت للعيبه طالما بنضيع اهداف زي دي كده هيخش فينا حاليا هدف، وفعلا الاولاد المدافعين ما ركزوش زائد حارس المرمى، ونتيجتها اقول مبروك لدخلنس، بس احنا الاحق بالفوز النهارده واحنا الاحسن، وادينا اداء كويس جدا مع ظلم تحكيمي باين جدا، لان ضربه جزاء واضحه خالص في قلب المباراه. الحكم طبعا حزم المباراه في نهايتها، ضيع اهداف، ضيع وقت كتير جدا في المباراه. على العموم الحمد لله هي دي كره القدم، فيها اخطاء تحكيميه وفيها اخطاء من بعض اللاعبين. الحمد لله على كل شيء، باذن الله نعوض في المباراه اللي جايه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، احنا مأدين الدور الثاني بامكانيات اللعيبه، الامكانيات البشريه اللي موجوده عندي مع الامكانيات الماديه الضعيفه جدا اللي موجوده عندي. ورغم ذلك مجلس الاداره جاهدا بيحاول بيقاتل من اجل ان الفرقه دي تستنى في الدرجه الاولى، باذن الله تستنى في الدرجه الاولى. احنا عندنا 3 مباريات على ارضنا ان شاء الله نعوض فيهم، وباذن الله فرقه شربين مش هتنزل، فرقه شربين باقيه في الدرجه الاولى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
والله مباراة كويسة، مباراة حلوة. بشكر نادي شربين ونادي الكرنس على المباراة. مباراة حلوة. بقول ألف مبروك لنادي الكرنس، هارد لك نادي شربين. كنا عايزين نكمل انتصاراتنا، كنا ماشيين كويس، متعادلين مع طنطا والبلدية والمنصورة، كاسبين سمنود، كنا عاملين ماتشات كويسة. كنا عايزين نكسب النهارده عشان نبقى مرتاحين في الدوري، ما ننزلش. ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. لسه لنا ماتشات كويسه، الماتشات الجايه ان شاء الله نقدر نحقق فيها الفوز، نكون في مكانه كويسه ان شاء الله لجماهير شربين. بقول الف مبروك لنادي الكرنس، ماتش كويس، احنا ضيعنا كتير واللي يضيع يستحق يجي فيه هدف. بقول الحمد لله على كل شيء، ربنا راضي كده بالنتيجه الحمد لله، وان شاء الله نقدر نعوض تاني لنادي شربين الماتشات الجايه باذن الله. والله هي مباراه بين ديربي بين ديكرنس وشربين، وهو المفروض المباراه كانت رايحه للتعادل، وكانت بونت غالي لكرنس وبونت غالي لشربين، بس طبعا كده كرنس بالفوز دوت بتعتبر هي كده هربت من المنطقه الخطر بالنسبه للنزول. اما شربين طبعا الموقف طبعا لا نحسد عليه، بس ان شاء الله عندنا 3 ماتشات على ارضنا نقدر ان شاء الله نعوض فيهم المباريات. 3 ماتشات ب9 بونت، ربنا ييسر الحال ان شاء الله، ونحاول ان احنا نكسب 3 ماتشات، لان لو ما كسبناش 3 ماتشات هيعتبر كده الوضع هيبقى صعب بالنسبه لنا. فان شاء الله نحاول ان شاء الله نتدارك الاخطاء ونعوض الماتش بتاع النهارده باذن الله. عرض لك كابتن اشرف، عرض لك التوفيق في الماتشات الجايه. الله يخليكم، مبروك لتكرنس، واحنا وتكرنس فريق واحد وتشرفنا. نادي الكرنس بقى نادي بصراحه حاجات جميله فيه. بشكر رئيس النادي ومجلس الاداره على الانجازات اللي هم عاملينها في تكرنس يعني، والف مبروك لكم. تجرأ فريق شربين هزيمته الأولى على يد مضيفه فريق ديكرنس وبهدف للا شيء. رصد هذا التقرير عدسة صلاح الزغبي وتعليق العرب الأشموني، وكان معكم محمود خالد، التلفزيون المصري، قناة القاهرة، برنامج كرة بلدنا.